السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي مهم وتقنيات اساسيه للمبتدئات باش يتعلموا النقش خطوه بخطوه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تبعوه ان شاء الله كلشي يولي محترف. الحنا نبداو على بركه الله. اول حاجه في النقش هي هاد الخطوط. الا حطيتو البرانيشان فوق سميتو ما كيجوش مقادين. المهم باش يجيكم الخط مقاد كنديروا واحد نقيته وواحد نقيته هنا، والبرا ما نحطوهاش فوق الورقه نيشان فوق اليد. هذه الورقه غير كمثال، الابره تكون مهزوزه شويه من الورقه وحنا كنجروا الخط تبعنا حتى النقطه. شفتوا البنات؟ النقطة كنقولها لكم غير المبتدئات، اما اللي محترف راه دغيا دوز الخط. ديري نقطة ونقطة وكديري الابرة وهزيها شوية الفوق وانتي كتضغطي الحنة باش تخرج هكا تتوصليها النقطة الاخرى. الدرس الثاني للخطوة الثانية كنديرو هاد الخط كيكون بزاف في الفاسي اللي كيكون غليظ، كديروا ليه بحال هكا باش نغلظو. وكاين اللي كيدير بحال هكا باش يجي غليظ، زعما كيضغط على الحنه مزيان باش تخرج. هذه تقنيه غلط. باش يجيك الخط مستقيم ومتوازي كديري خط رقيق وحده تاني خط رقيق وكتعمري هذا الفراغ. شفتوا البنات؟ كديري خط وخط تاني حداه وكتعمري الفراغ باش يجيك مقاد وتجيك خدمه زوينه ونقيه. نشوف واحد الاساسيات تاهم ديما كيكونوا في النقش. كنديروا خط وكنديروا سنينات. هاد التقنيه غلط، ولا ديري بحال اللي كديرها كبيره وحده صغيره وحده كبيره وحده صغيره، هذه حتى هي غلط. التقنيه هي كنديروا خط والسنينات يكونوا متساويين. خط والسنينات يكونوا مقدادين. والسنينات يكونوا بحال نفس الحجم. غادي نديرو السبوله اللي كتكون في النقش. هذه غلط. التقنيه اللي صحيحه هي هكذا ونسحبوها لتحت ويكونوا متقاربين، ما تبعدوهمش بزاف باش تجيكم نقشه يا سلام. وراه هادو هما الاساسيات. العريشات يكونوا متقاربين.
وممكن لكم ديروا بحال هكا، وممكن لكم ديروا عاوتاني بحال هكا. يجيكم بحال الوريقات. نتمنى ان شاء الله الشرح ديالي يكون مفهوم. هادو هما الاساسيات ديال النقش. اي رسمه كتلقاي فيها بحال هاد الزويوقات واحد الرسمه تاني كتكون بزاف نقش، هي كديري هذا كيكون بزاف في الرجلين. كديري بحال هكا. هاد الرسمه كتكون بزاف في الصحراوي، وهذه خدمه ماشي هي هذه الخدمه. هي كديري هذا خط ويكون قريب ليه الخط الثاني، ما يكونش بعيد منه، ويكون عاوتاني قريب ليه الخط الاخر، ويكون قريب ليه الخط، يكونوا نفس الحجم. هذا نعمرو. هذه الرسمه مطلوبه بزاف، كتكون في الفاسي والصحراوي. هاد الخطوط المتباعده والخطوط العامرين كيكونوا بزاف في الفاسي والصحراوي. ونديروا سنينات. التقنيه الاخيره كيكون بحال هاك السطر وكيكونوا فوق منه نقاط. ما تحطيش اختي الخط النقط عشوائيه. كنديرو خط ونديرو فوق منه نقاط. النقاط يكونوا متقاربين ويكونوا بنفس الحجم. يمكن ليكم ديروا عاوتاني 3 د النقطات رقيقين، وحده تكون غليظه. 3 د النقيتات يكونوا رقاق، وحده تكون غليظه، حتى الديكور كيجي واعر. وهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون مفيد للمبتدئات ويكون الشرح مبسط. ومن هنا ما تفوتنيش الفرصة باش نشكر مجموعتي، مجموعة الصدق والتعاون، ونشكر خويا اتوميكس الداعم ديال المجموعة. شكرا جزيلا خويا اتوميكس، الله يحفظك اخويا ويحفظ لك الميمة على دعمك الصادق والمتواصل.